بعد تجربة طريقة الطاجن ده مش هتستغنوا عنه مرة تانية. طاجن لحمة هيطلع معانا اللحمة طعمها خرافة وده يبقى دوبان. الفخار طبعا بيحلي الطبخة سواء كانت لحمة أو فراخ. ممكن نعمل اللحمة مع أي خضار انتم بتحبوه طبعا، يعني موضوع الخضار ده موضوع اختياري. أنا هعمل طاجن لحمة بالبصل. شايفين ما شاء الله حتة العجينة اللي احنا بنحطها على الطاجن الفخار ده في الآخر بناكل بيها بتطلع طعمها حتى هي روعة، لأنها بتاخد من ريحة الخضار بتاعنا. شايفين ما شاء الله اللحمة طيبة ازاي. هنسمي الله كده وندوق معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله طعمها حلو جدا، طعمها حلو جدا، والعيش ده طعمه روعة روعة يا جماعة ما شاء الله. هنبدأ عشان نعمل الوصفة بتاعتنا. هنسمي الله ونحتاج معانا طاسة على النار، وهننزل عليها بمعلقتين من الزبدة الكبار، واللي حابب يضيف عليهم معلقة زيت ولا حاجة لو خايف إن هي الزبدة تتحرق منه. طبعا هنا مش هضيف زيت خالص. بعد كده ضفت 4 فصوص من التوم وعليهم معلقة صغيرة من الكزبرة، طبعا بعد ما خليت التوم لوحده حوالي 10 ثواني. وبعد كده هبدأ أشوح التوم مع الكزبرة لمدة 10 ثواني تانيين. وبعد كده هبدأ أنزل باللحمة. أنا طبعا ما بتأخرش في تشويح التوم ولا الكزبرة بحيث إن الزبدة ما تحرقش مني. وبعد كده هديها صدمة من الجنب ده وصدمة من الجنب التاني. اللحمة طبعا دلوقتي بعد ما خدت أول صدمة من الجنب الأولاني هبدأ أقلب فيها زي ما انتم شايفين كده. شايفين طبعا شكلها عامل ازاي. خدت صدمة اهي وما شاء الله الزبدة بتحلل الحاجة طبعا، بتخلي لونها حلو جدا. وطبعا ما خدت صدمة من الجنبين هبدأ أشتغلها عندي في حلة كده على جنب بحيث إن الزبدة بتاعتي ما تحرقش. وهنا طبعا أنا محضر البصل بتاعي. أول ما أنقل اللحمة كلها على الحلة هبدأ بعد كده أنزل بالبصل بتاعي اللي أنا قطعته معاكم. طبعا مع التقليب المستمر في البصل هنديله نص تشويحة كده. وبعد كده هنبدأ ننزل ب4 حبات من الطماطم عاملينهم طبعا عصير في الخلاط. هنبدأ ننزل فيهم على البصل بتاعنا. وبعد كده هنبدأ نشتغل الطاسة بتاعتنا على جنب دلوقتي. وبعد كده هنبدأ ننزل بالحلة بتاعتنا اللي فيها اللحمة زي ما انتم شايفين كده. وهننقل المكونات بتاعتنا كلها في الحلة عشان تاخد معانا الوصفة بتاعتنا. وهنا طبعا هنسيبهم يتسبكوا مع بعض، بس هما بيتسبكوا كده هننزل بيهم بفلفل الوان اخضر واحمر. وطبعا فلفل حار ده اختياري، اللي بحب الاكله مشطشطه شويه طبعا ده طبعا هيحليها مفيش فيها كلام، ولكن ده اختياري. وبعد كده هنشوف الاكل لسه محتاجه معانا بهارات ايه ننزل بيها. هنا هتحتاج معايا معلقه صغيره من الفلفل الابيض، هنضيف عليهم كمان نص معلقه من الزعتر، هنضيف عليهم رشه صغيره من القرفه زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هنضيف لهم كمان نص معلقه من الهيل او الحبهان. هنبدا نقلب ده كله مع بعضه كويس. وبعد كده نسيبها لغايه لما يبقبق معانا كويس. بعد كده هنبدا ننزل بشويه من الميه، حوالي كوبايتين 3 من الميه. يا دوبك نغطي اللحمه كده بالميه ونسيبها لغايه لما حوالي ساعه كده لغايه لما تستوي معانا تقريبا 3/4 سوا او نص سوا بس. واول ما تستوي معانا نص سوا هنبدا ننقلها للطواجن عشان بعد كده تدخل معانا الفرن. شايفين ما شاء الله السوا بتاعها طبعا هياخد معانا ساعة بس، عشان بعد كده هتكون تقريبا استوت نص سوا. بعد كده هبدأ انقل اللحمة بتاعتي للطواجن. هتحتاج معانا حوالي 2 طاجن حجم متوسط، مش الحجم الصغير ولا الكبير. هننقل نص الكمية في الطاجن ده ونص الكمية طبعا في الطاجن التاني. وبعد كده هنبدأ نكمل شغلنا في اللحمة بتاعتنا. الطريقة دي حلوة جدا يا جماعة، حلوة جدا جدا يعني. هنا هنبدأ نفرد العجينة بتاعتنا، وطبعا عشان العجينة بتاعتنا ما تحرقش من على الوش وعشان تسوي معانا اللحمة كويس أهم حاجة نقفلها كويس. وبعد ما نقفلها نولع الفرن من تحت وما نولعوش من فوق بحيث ان العجينة بتاعتي ما تحرقش مني. وقبل ما ندخل العجينة لو انتوا عايزين تدهنوا بيض من على الوش وتحطوا سمسم وتحطوا حبة البركة اللي موجود عندكم، لكن دهنة البيض هتحلي الرغيف وتخلي شكله حلو ويبقى فيه لمعة حلوة وطعمه كمان حلو. فده برضه خطوة اختياري، مش شرط ان احنا نعملها. انا هنا هحتاج معايا بيضة عشان ان انا ادهن وش من فوق، وممكن الصفار بس يكفي والبياض تركنوه على جنب لأي وصفة. وأحتاج عليها رشة صغيرة من القهوة. طبعا القهوة دي بتدي لمعة حلوة وفي نفس الوقت بتشيل أي زفارة في البيض. هنا هبدأ أحط العجينة بتاعتي على الطواجن عشان وأقفل كويس بالعجينة، أحاول ألزقها كويس وأتأكد إن هي اتقفلت معايا كويس قبل ما أدخلها الفرن.
وهنا هبدأ بعد كده بالفرشة وابدأ اديها لمعة من فوق. خلي بالكم يا جماعة، وهتفكروا ان القهوة هتدي طعم قهوة في العيش، لا 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 خالص. انا طبعا مجربها في معجنات كتير جدا، القهوة متديش، او مثلا رشة من النسكافيه برضك متديش اي طعم نهائي للبيض. يعني ميبقاش مثلا الرغيف بعد كده طعمه قهوة ولا طعمه نسكافيه، لا بالعكس. هو كل اللي هي بتعمله بتدي لمعة كويسة، وفي نفس الوقت بتشيل اي زفارة خالص من الايه، من البيض. شايفين ما شاء الله شكلهم عامل ازاي؟ طعمهم احلى بكتير.